تخيل تحجز أوضة في فندق وتكتشف إن الأوضة اللي أنت ساكن فيها مش موجودة على خريطة الفندق أصلا. وده بالظبط اللي حصل مع كريم. لكن المشكلة الحقيقية بدأت لما الساعة بقت 3:07 الفجر، والتليفون اللي جوه الأوضة رن، ولما رد سمع صوته هو. عنوان قصتنا الأوضة 407. كريم كان شاب بيشتغل في شركة شحن، وشغله كان بيخليه يسافر محافظات كتير. في ليلة شتوية اضطر يسافر لمدينة ساحلية عشان يخلص شغل مهم. وصل متأخر جدا والساعة كانت تقريبا 12 بالليل. كان مرهق وكل اللي نفسه فيه انه يلاقي فندق ينام فيه كام ساعة ويرجع تاني الصبح. دخل فندق قديم اسمه فندق النخيل. الفندق كان شكله غريب من أول لحظة. المبنى قديم لكن نظيف، اللوبي هادي بشكل مبالغ فيه، مفيش غير موظف واحد واقف ورا الاستقبال. كريم قرب منه وقال: مساء الخير، عندكم أوضة فاضية؟ الراجل رفع عينيه وبصله ثانيتين قبل ما يرد: أيوة. بكام؟ قال له السعر. كريم دفع وخد المفتاح، لكن قبل ما يمشي سأل الموظف: الأوضة رقم كام؟ الراجل بص في دفتر قدامه وقال: أوضة 407. كريم ضحك وقال: هو عندكم دور رابع؟ الموظف سكت وبعدين قال بهدوء: المصعد هيطلعك. كريم أخد المفتاح، دخل الأسانسير، ضغط على رقم 4، الباب اتقفل. المصعد طلع دور أول تاني تالت وبعدين وقف الدور الرابع. الباب اتفتح، كريم خرج. الممر كان طويل جدا، الإضاءة ضعيفة، وفي آخر الممر كانت أوضة 407. فتح الباب، دخل. الأوضة كانت عادية جدا، سرير، دولاب، حمام، وتليفون قديم على كومودينو. كريم حط شنطته وقفل الباب ورمى نفسه على السرير. قبل ما ينام بص على الساعة، كانت 2:41 الفجر. حط الموبايل على الشاحن، غمض عينيه، وبعد حوالي 20 دقيقة سمع صوت. كريم فتح عينه، بص ناحية الباب، مفيش حاجة. استنى، رجع يغمض عينيه تاني، برضه سمع صوت خبط. المرة دي الصوت كان أوضح. قام من السرير، مشي ناحية الباب، بص من العين السحرية، الممر فاضي تماما. فتح الباب بسرعة، مفيش حد. كريم قال أكيد حد بيهزر. قفل الباب، رجع للسرير، وفجأة التليفون القديم رن. كريم بص له، استغرب، رفع السماعة: ألو؟ مفيش رد. ألو؟ وفجأة سمع صوت راجل بيهمس: انت في 407. كريم قال: أيوة، مين؟ الصوت سكت ثواني وبعدين قال: اطلع من الأوضة. كريم اتوتر: ليه؟ الصوت رد: قبل الساعة 3:07، وبعدها الخط اتقطع. كريم فضل ماسك السماعة، بص على الساعة، كانت 3:02 بالظبط. قال لنفسه: أكيد مقلب. حط السماعة مكانها، لكن بعدها مباشرة سمع صوت خطوات في الممر، خطوات بطيئة، واحدة واحدة، وقفت قدام باب أوضته. كريم قرب من الباب وبص من العين السحرية، شاف راجل واقف قدام الباب، كان لابس بدلة سودة وواقف وظهره للباب. كريم استنى انه يخبط، لكن الراجل ما خبطش، فضل واقف. كريم رجع لورا وبعدين سمع صوت خبط، اتجمد. الصوت جه من الباب، لكن قبل ما يقرب التليفون رن تاني. رفع السماعة بسرعة، نفس الصوت قال: ما تفتحش. كريم همس: انت مين؟ الصوت رد: انا اللي كنت في الأوضة قبلك. كريم قال: يعني ايه؟ بص تحت السرير. كريم بص ناحية السرير. ليه؟ الصوت قال: هتعرف. الخط اتقطع. كريم فضل واقف مكانه، وبعد لحظات نزل على ركبته وبص تحت السرير. في الأول مفيش حاجة، لكن لما قرب الكشاف شاف حقيبة جلد قديمة. سحبها وفتحها، جواها كان فيه صور كتير،
صور لأوضة 407، صور للسرير وللحمام وللممر. وفي آخر صورة كريم شاف حاجة خلته يفقد القدرة على الكلام. الصورة كانت لأوضة 407 وكان واقف هو نفسه فيها، نفس هدومه، نفس الشنطة، نفس الموبايل، لكن الصورة كانت قديمة جدا. كريم قلب الصورة، كان مكتوب على ظهرها النزيل الأخير: كريم 3:07. بص على الساعة، كانت 3:06. بدأ قلبه يدق بسرعة، وفجأة نور الأوضة اتطفى، الظلام بقى كامل. سمع صوت التليفون تاني، مرة واتنين وتلاتة. كريم مد ايده ورفع السماعة. الصوت اللي سمعه المرة دي كان هو صوته. قال: كريم ما تبصش وراك. كريم اتجمد، كان واقف وظهره ناحية الحمام، وفجأة سمع صوت باب الحمام بيتفتح بالراحة. صوته في السماعة قال: أنا قلتلك ما تبصش. كريم غمض عينيه، لكن الصوت كمل: لأنها عايزاك تبص. سكت، وبعدين قال: ولو بصيت هتفضل هنا. كريم رمى السماعة وجري ناحية الباب، مسك المقبض لفه. الباب ما فتحش. بدأ يخبط: افتحوا افتحوا. مفيش رد. بص على الساعة، كانت 3:07. وفجأة كل حاجة سكتت. النور رجع، الباب اتفتح لوحده. كريم خرج يجري في الممر، لكن أول ما خرج اتجمد. الممر كان مختلف، الأساس اختفى، الحيطان شكلها أقدم، والإضاءة بقت ضعيفة جدا. جري ناحية الأسانسير، ضغط على الزرار، الباب اتفتح. دخل، ضغط على الدور الأرضي، المصعد نزل، لكن بدل ما يفتح في اللوبي فتح على ممر تاني، نفس الممر ونفس باب الأوضة 407. كريم رجع للخلف، المصعد قفل وبدأ يطلع تاني. الدور الرابع، الباب اتفتح قدامه، كانت الأوضة برضو 407، لكن الباب كان مفتوح، ومن جوه الأوضة كان في شخص واقف. كريم قرب بحذر. الشخص كان لابس نفس هدومه، نفس شعره، نفس كل حاجة، كان هو كريم نفسه. نسخته التانية بصت له وقالت: انت اتأخرت. كريم رجع لورا: انت مين؟ النسخة ابتسمت وقالت: انا اللي خرجت قبلك. كريم قال: ازاي؟ النسخة ردت: الفندق ده ما بيحبش حد يخرج. وفجأة الممر كله اختفى. الصبح موظف الاستقبال كان واقف في اللوبي. دخل راجل جديد وقال: لو سمحت، عندكم أوضة؟ الموظف ابتسم، فتح الدفتر وقال: أيوة، عندنا الأوضة رقم 407. الراجل سأله: هو عندكم دور رابع؟ الموظف رفع عينيه وابتسم: المصعد هيطلعك. وفي اللحظة دي طلع صوت جرس المصعد، الباب اتفتح، ومن جوه خرج كريم، لكن كان لابس بدلة سودة. وقف خلف الاستقبال ومسك الدفتر وبدأ يقلب في الصفحات. آخر اسم مكتوب كان كريم، الغرفة 407، وتحته مباشرة كان في سطر فاضي. كريم رفع عينيه للنزيل الجديد وقال: اسم حضرتك ايه؟ ومن يومها محدش شاف الفندق ده مفتوح تاني. لكن الغريب ان ناس كتير لحد النهاردة بتقول انهم لما يعدوا من قدامه بالليل بيشوفوا نور أوضة في الدور الرابع، مع ان الفندق ما فيهوش دور رابع اصلا. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام.